كيفكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل وحدة من أسهل وأبسط وأطيب الحلويات الرمضانية المعروفة واللي الكل بحبها. رح نعمل الكنافة الباردة بالشعرية الباكستانية، وأكيد بنقدر نستخدم الكنافة العادية وبنحصل على نتيجة لسه أطيب من الشعرية الباكستانية. فتابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة، إن شاء الله إنه بنال إعجابكم وبيكون سهل عليكم. وإن شاء الله يا رب كل عام وإنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم رمضان بالصحة والبال الهادي يا رب. وتعالوا نشوف كيف حنجهز هذا الحلا البسيط. بداية عندي باكيتين من الشعرية الباكستانية، وزن كل واحد فيهم 150 جرام. رح أكسرهم بإيدي، أو فينا نستخدم محضرة الطعام كمان بينفع. نفس المقدار 300 جرام من الكنافة فيكم تستخدموه، وبتقدروا تتعاملوا معاه بنفس الطريقة تماما، بتحصلوا على نتيجة أطيب. أنا جربت الوصفة بالكنافة وبالشعرية الباكستانية، بصراحة عجبني الكنافة أطيب. بس هي أذواق شخصية، المتوفر عندكم استخدموه واللي انتوا بتفضلوه استخدموه. رح أفرغ الكيسين في مقلاية عشان أحمصهم. ما تطحنوها كتير ناعم، وكمان ما تخلوها خشنة عشان ما تطلع معاكم مزعجة في الأكل. فهون أنا أتأكد من إني كسرتها كتير منيح. وبعد هيك بدي أضيف عليها الدهن. بستخدم حوالي 3 معالق كبار من السمنة أو الزبدة للتحميص، كمان بينفع. حتى الزيت بينفع، بس السمنة والزبدة بيعطوا طعم أطيب شوية. رح أقلب الكنافة تقليب مستمر، عفوا الشعرية تقليب مستمر لحتى تتحمص وتاخد لون بسيط وذهبي. وانتبهوا لأنه مجرد ما سخنت المقلاية رح تاخد لون على السريع زي ما انتو شايفين. تاخد حوالي 5 دقائق بتكون متحمصة وأخذي لون ذهبي. النار متوسطة اللي أنا بشتغل عليها هون. بعد هيك برفعها وهي ساخنة وبنزلها في الوعاء مباشرة وهي ساخنة. لو كنتوا بتستخدموا الكنافة كمان نفس الطريقة. رح أضيف سكر، عندي حوالي 3 معالق كبار من السكر البودرة، بيعطي طعم حلاوة وقرمشة كمان. بتقدروا تقللوا لحد معلقتين كبار، وبتقدروا تزيدوا لحد 4 أو 5 معالق على حسب الذوق. هيك إحنا رح نضيف كمان شوي القطر. باقلّب السكر لحتى يختفي ويذوب تمامًا، وهو راح يذوب بحرارة الكنافة. هيك عندي بعد ما ذاب تمامًا السكر. راح أرفع بالنظر، مش ضروري إنن كويس، حوالي نص المقدار من الكنافة من الشعرية بهاي المرحلة، قبل ما إني أضيف القطر عشان نضيفه أو نغطي فيه السطح. هون عندي حوالي نص كوب من القطر البارد. هون انتو عندكم خيارين، لا إما تستخدموا قطر بارد أو ساخن. بتحبوا الكنافة تطرى معاكم أو الشعرية تطرى، بتستخدموا القطر الساخن. وإذا بتحبوها تضل محافظة على قرمشتها بتستخدموا القطر البارد. هاي يعني بيرجع لكم وذوق شخصي. ولو عندكم حليب مكثف محلى بتقدروا تستخدموه، وبتحصلوا على طعم ونتيجة أطيب وأحلى كمان. بعد ما إني ضفت القطر راح أحاول أرص الكنافة على كل البايركس عندي أو الصينية. هون أنا الصينية اللي بستخدمها مقاسها 30، أو البايركس اللي بستخدمه مقاسه 30. بدي أعمل زي طبقة صغيرة وأتأكد إني غطيتها منيح، غطيت قاع البايركس منيح، وأرصها على أساس تعمل لي طبقة منيحة. بهذا الوقت باحطها في الثلاجة لحد ما أجهز القشطة. بالنسبة للقشطة بنحتاج ل3 أكواب من الحليب كامل الدسم، يكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد هيك رح أضيف عليه النشا. رح أضيف حوالي 5 معالق ل6 معالق من النشا، على حسب قوة النشا عندكم. يعني 6 معالق بيكون منيح لكل كوب معلقتين. وبعد هيك رح أضيف 3 معالق كبار من السكر. بتحبوا تكون الحلاوة أكثر من هيك ضيفوا لحد 5 معالق. زي ما حكيت لكم إحنا أصلا رح نقدم الكنافة هاي الباردة مع القطر. بحرك كل هاي المكونات. بعد هيك بشغل النار تكون متوسطة لحتى القشطة تمسك معنا وتغلي. هيك بيكون عندي قوامها. ضروري نخليها تغلي لمدة 3 ل4 دقائق بعد ما إني بعد ما إنها تغلي.
مع تحريك مستمر طبعًا لحتى تنطبخ ونتخلّص من طعم النشا تمامًا، فمش أول ما تغلى تطفوا عليها. بالنسبة للنكهات أنا ضفت معلقة كبيرة من ماء الزهر، وبعد هيك راح أضيف علبة من القشطة وزنها 150 جرام. بتقدروا تضيفوا المستكة طعمها جدا جدا طيب. بتقدروا تضيفوا الفانيلا، بتقدروا تخلوا القشطة سادة زي ما انتوا بتحبوا استخدموا. بقلب كل هاي المكونات ومباشرة وهي القشطة ساخنة معانا بسكبها فوق طبقة الشعيرية. ماء الزهر والمستكة أطيب شي مع القشطة، فالموجود عندكم استخدموه. بفرد كل القشطة وبحاول أوزعها بالتساوي، وبعد هيك كمان مباشرة بضيف الطبقة الثانية من الكنافة أو من الشعيرية، بحاول أوزعها ونتأكد من إنه نغطي القشطة تماما عشان ما تنشف معنا، وعشان تمسك الكنافة بطبقة القشطة. باوزّع الكنافة منيح وباغطّيها وبارص أو يعني باضغط ضغطة خفيفة بحيث إنه الشعرية تلزق معانا بالقشطة. بعد هيك بابرّدها لحوالي 3 ساعات أو ليلة كاملة أو 4 ساعات، أقل شي ساعتين لحتى تمسك معانا القشطة تمامًا. بالنسبة للتزيين والتقديم أنا زيّنت بفستق حلبي وشوية من الورد المحمدي. بتقدروا تزينوا بالكرز الأحمر، بتقدروا تقدموه سادة. هاي كانت وصفتي لليوم، إن شاء الله يا رب إنها عجبتكم. يا ريت إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو.